أهلا بيكم أحبائي في كل مكان. النهاردة كنت بشرب نسكافيه كده وفرحانة بنفسي، وبعد كده جيت أسمع قصة لقيتها قصة مرعبة، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم. نخاف كده مع بعض، اشمعنى أنا أترعب لوحدي؟ يلا نسمع مع بعض. في كل عطلة وفي كل عيد نوضب أغراضنا ونذهب بالسيارة إلى القرية لكي نعيش جو العيد والعطلة مع الأقرباء والأهل. لا أخفيكم سرا، منذ صغري كانت جدتي تحكي لي قصصا حدثت في قريتنا. لا أعلم إن كانت هذه القصص التي تحكيها لي حقيقية أم خيال، ولكن جل ما أعلمه أنها قصص تجعلك ترتجف من الخوف. وصلنا إلى القرية في الساعة 4 عصرا تقريبا، ونزلنا عند بيت جدي حيث جدتي وعمي وابن عمي أحمد. تناولنا الغداء وارتحنا قليلا من عناء السفر، وجلسنا مع جدتي وجدي وقضينا وقتا ممتعا حتى الساعة 8 مساء. لابد أنكم تعلمون أنه في المناطق الريفية ينام أهل القرية باكرا جدا، وذلك يعود إلى أنهم يستيقظون في 5 أو 6 صباحا كل يوم لكي يقوموا بعملهم الزراعي ورعاية الحيوانات. كنت جالسا في البيت في حوالي 8 مساء، وقد لاحظت أن جدتي وجدي وكذلك عمي وابن عمي قد استغرقوا في النوم، ولم يبق غيري أنا. ذهبت إلى حيث النافذة مفتوحة لكي أدخن بعض السجائر. فجأة قال لي ابن عمي: ألا تشعر بالملل يا علي؟ قلت له: بلى والله أشعر بالملل، ولا يراودني النعاس، ربما أشعر ببعض الخوف قليلا. قال لي: إذا أنا سأذهب إلى الخارج لكي أستنشق الهواء النقي وأشرب السيجارة، وأن تبقى هنا، فالخارج ليس للخائفين يا ابن عمي. ضحكت وقلت له: حسنا، سأبقى هنا. تعلمون أنه في كل منزل في القرية يوجد حظيرة للأغنام والأبقار، ولحسن حظي كانت النافذة التي انتظرت على أطلالها ابن عمي تطل على هذه الحظيرة، وكانت عبارة عن اسطبل مغلق، وفي الخارج يوجد أرض صغيرة محاطة بسور. وبما أن الوقت ليل، فمن الطبيعي أن ترى كل الأغنام في الداخل. وقفت ونظرت من خلال النافذة، لم يكن سوى ضوء واحد أصفر يضيء أمام باب الحظيرة، والباب مقفل. في الوقت الذي كنت أنظر فيه بتأمل إلى الحظيرة، سمعت صوت دابة وكأنها خارج الحظيرة. رفعت رأسي وخرجت عن حالة الاسترخاء، لأنه ربما قد تخرج أو تسرق هذه الدابة. أدخلت رأسي إلى البيت وصرخت لجدي، قلت له: جدي جدي، ولكن كان مستغرقا في نوم عميق. أرجعت نظري إلى الحظيرة، وإذا بي أرى دابة تقف بشكل مخيف في الظلام وتنظر إلي وهي فاتحة فمها بشكل مرعب جدا. كان فمها كبيرا جدا وأسنانها بيضاء كالثلج. ربما وصف هذا الأمر يكون صعبا جدا، فالمشهد غريب وكاد قلبي أن يتوقف. أقسم لكم لم أستطع الصياح لجدي مرة أخرى، ولكن ما إن نظرت إليها حتى بدأت بالصراخ بشكل هستيري مخيف ومستمر. وهي فاتحة فمها كثيرا كثيرا. لا أعلم ما أفعل. اعتقدت فعلا أنه ربما جن أو شيء آخر، فصوت هذه الدابة كان مخيفا جدا. لا أخفيكم سرا، أنزلت رأسي تحت النافذة من خوفي، وضعت وسادة على رأسي وأنا أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة انقطع الصوت بشكل كلي. رفعت رأسي مرة أخرى ونظرت، فلم أرى أي شيء، ربما قد اختفت. وبعد اختفاء الصوت سمعت صوت أحمد يناديني في الخارج: علي تعال قليلا، فالجو جميل. وأنا أخرج من المنزل، مررت أمام الغرفة وكان الباب مفتوح، فرأيت ابن عمي أحمد نائما على السرير ويغط في نوم عميق،
أقسم لكم عندما رأيت أحمد اقشعر بدني وجلست على الأرض وأنا فاتح فمي وعيني. من هذا الذي قال لي علي تعال فالجو جميل هنا؟ من هذا الذي وضع يده على كتفي وقال لي تعال ندخن السجائر في الخارج؟ هل حقا كنت سأخرج معه؟ والدابة التي صرخت به السير يا مجنونة ربما هي نفسها أحمد. يا إلهي يكاد قلبي أن يتوقف. أصبحت أرجف وقلبي يرتعش. قمت مسرعا وأقفلت باب المنزل علينا وعدت إلى السرير أتمنى أن يكون ما رأيته وسمعته كابوس. استطعت أن أنام أخيرا بعد عناء طويل، واستيقظت في الصباح وسألت أحمد هل خرجت البارحة إلى الخارج لتشرب السجائر؟ قال لي متى؟ قلت له في 8 تقريبا. قال لي أنا نمت من 7:15 يا ابن عمي، ربما أنت متعب من السفر وأصبحت ترى وتسمع الخيال. قلت له وفي قلبي حرقة وخوف كبير. أتمنى هذا يا أحمد، أتمنى هذا. ومن بعد هذه الحادثة لم أنم إلا في الوقت نفسه الذي ينام فيه الجميع وأستيقظ مع أهلي، لأنه لربما كان هذا وقت نومنا وفي الوقت نفسه هو وقت استيقاظهم.